خليني أبدأ بسؤال بسيط أوي. أنت عمرك صحيت من النوم ومش عارف أنت رايح فين؟ مش رايح الشغل يعني، لأ، رايح فين في حياتك؟ أغلب الناس عايشة كده، ماشية وخلاص، يوم بيعدي ورا يوم وسنة ورا سنة، وفجأة تلاقي نفسك واقف قدام المراية بتقول: هو أنا وصلت لإيه؟ المشكلة مش إنك فاشل، ولا إنك كسول، ولا إن الدنيا ضدك. المشكلة في الغالب إنك محددتش هدف. وأنا هنا مش بتكلم عن الهدف اللي هو نفسي أبقى غني، أو نفسي أنجح، أو نفسي أغير حياتي. ده مش هدف، ده دعاء سايب في الهوا. الهدف الحقيقي حاجة تانية خالص. الهدف هو عنوانك. زي ما أي حد عايز يوصل بيت حد لازم يكون معاه عنوان. حياتك من غير هدف زي سواق تاكسي ماشي من غير زبون، بيلف ويدور ويحرق بنزين ويستهلك العربية، وفي الآخر لا فلوس ولا وصول. تعال أقولك سر صغير محدش بيقوله. دماغك ما بيحبش الفراغ. لو ما اديتوش هدف واضح هو هيخترع لك أهداف لوحده، بس غالبا أهداف غلط. يخليك تجري ورا رضا الناس، ورا المقارنات، ورا إثبات إنك مش أقل من حد، وده سباق ملوش خط نهاية. قوة تحديد الأهداف مش في إنك تحلم، قوتها في إنك تقرر. القرار غير الحلم. الحلم بيجي قبل النوم، القرار بيجي ومعاه التزام وتمن. أكتر حاجة بتضحك وتوجع في نفس الوقت إن ناس كتير تقولك: أنا مش بحط أهداف علشان ما تحبطش. طب ما أنت محبط أصلا يا صاحبي، أنت بس محبط من غير خريطة. الهدف مش وعد إنك هتنجح، الهدف وعد إنك هتفهم ليه فشلت، وده فرق ضخم. خليني أقرب الصورة أكتر. تخيل واحد طالع جبل من غير ما يكون شايف القمة، وواحد شايفها قدامه حتى لو بعيدة. الاتنين هيتعبوا، بس واحد تعبه ليه معنى والتاني تعبه عشوائي. الهدف بيعمل 3 حاجات خطيرة جدا. أولاً، بيلم تركيزك. بدل ما طاقتك متوزعة على 1000 حاجة، الهدف يخلي دماغك يقول: ده المهم، فيفلتر الدنيا ويقلل التشتيت ويختار. ثانياً، بيخلق دافع داخلي.